يلا. سكينة، خبريني قصتك. انت شو جايبك لهون؟ شو كنت تعملي قبل؟ عائلتك من شو من مين مكونه؟ كم شخص؟ هن شجعوكي على الفن؟ ما شجعوكي؟ بحب اعرف شوي قصتكم. أول حاجة أنا جاية هنا طبعا عشان أنا بحب الغنى من وأنا عندي 5 سنين. أهلي كانوا دايما بيشجعوني على الغنى، أمي وأبويا يعني كانوا دايما بيشجعوني على الغنى. بس على ستار أكاديمي أبويا كان مش عايزني أجي على البرنامج ده، خصوصا بيعترض عن البرنامج عشان بنبقى كده في 24 بنات وأولاد، يعني ما حب الموضوع. أهلي عندي أمي بحبها كتير أكيد. أبويا كمان بحبه، ومهما صار بيني وبينه حضل أحبه. عندي أختي الصغيرة بحبها كمان قوي، صغنطوطة اسمها هبة. أختي الكبيرة غزلان، وأخويا مات. اف توفى من هو عنده عام. اوف. طبعا هيدا الشيء اثر كثير شوي لأنه مات بين إيدي. ايديك. كيف؟ هو كان مريض. اوكي. هو مرض بالقلب. اوكي، يعني كان عنده هو وولد. إمكانياتنا المادية لما كنا ما كانتش كويسة، فلما انولد بالمرض ده أبويا ما قدرش يقول لأمي إنه مريض عشان إمكانياتنا المادية مش هتسمع إن إحنا نعمل له عملية قلب. فأبويا خبى الموضوع ده على أمي، وانتهارت حالته الصحية. لما كنت عم بلعب معه حسيته، ودينا على المستشفى، خلاص عملنا. اوكي، يعني انا بعتذر انه، ولكن كمان هالشغله اكيد اثرت بحياتكم، ويمكن اثرت على العلاقه بين اهلك، ما بعرف اثر شيء. هي حصلت مشاكل بين امي وابويا عشان ما قال لها. يعني لو قالت له لو كنت قلت لي كنت هعرف اتصرف، ما كانش الموضوع تخبي علي. على كل حال، هلا انت قلتي لي انه اليوم رغم اراده بيك انت هون اتخانقتي مع بيك قبل ما تجي او لا؟ هو مش اتخانقنا، بس هو قال لي انت لو اخترتي حاجه فتحملي مسؤوليتها. يعني اذا انت حابه تيجي لهون فتحملي المسؤوليه. يعني انا مش مسؤول اذا جيت لهون. حابه تتحملي هالمسؤوليه؟ اكيد، لو ما كنت يعني قد هالمسؤوليه ما كنت خالفت كلامه. قبل ما تجي لهون شو كنت بتعملي؟ كنت بدرس اوتيز دولار. سنة، درست سنة، وكنت السنة حكمل سنة تانية واتخرج إن شاء الله. بس جيت أصدرك. هيدي غير طريقة سفر، لأن أوتيس دولار بتضلك عم بتسافري، هيدا غير طريق، ولكن كمان بيوديكي لبعيد. حدا عنده سؤال لسكينة؟ مش سؤال، بس إنه رغم الشيء اللي مرت به ضلها تضحك، وهذا الشيء برافو. بس بدي أقول لكم شغلة إجمالاً في كتير أشخاص الضحكة هي نوع من ماسك، أو يعني هو الشيء اللي بيخليهم بيتخبوا ورا الضحكة. بس هو على فكرة أكتر أشخاص حزينين بالحياة هن الممثلين الكوميديا. إذا بتفوتوا شوي إيه،
معروف انه ممثلين الكوميديا اجمالا بيكونوا مرقين بحياتهم بظروف صعبه. فيعني الكوميديا عكس ما بنفكر هي من اصعب الانواع، واللي بيلعبوا الكوميديا هن من ارق الاشخاص، يعني اللي بيضحكك بيقدر يبكيك، العكس منه مزبوط. هيدي لازم تعرفوها. سكينة، حدا بده يقول لها شيء لسكينة؟ سكينة انت جايه لهون لتفرجي انك قد المسؤوليه. اكيد. و سؤال، اذا صرتي، يعني هيك عم بساله لانه من وراء الظرف يلي خبرتيني اياه، اذا صرتي يوما ما معك مصاري كتير وفنانه مشهوره كتير، شو معك مصاري كتير، اول شغله بتفكري تعمليها شو؟ اول حاجه عشان الظروف اللي مرت فيها اخويا، يعني عشان ظروفنا الماديه ما كانت تسمح ان احنا نعالج فمات. انا مش عايزه الخطا ده يتكرر مره تانية. يعني هحاول ان انا ادور على جمعيات خيريه للاطفال او مستشفيات للاطفال او مرض سرطان، او يعني شيء بيساعد الناس، يعني حاجه انها تساعدهم يبقوا في الحياه، عشان الحياه حلوه وما تستاهلش ان حد يسيبها. ميرسي سكينة. ثانك يو.